تمكنت استخبارات الشرطة الاتحادية من القبض على إرهابيين اثنين متورطين بتفجير إحدى المقاهي في منطقة العامرية ببغداد. الإرهابيان اللذان ألقي القبض عليهما اعترفا أيضا بمسؤوليتهما عن تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية التي استهدفت المواطنين الأبرياء في عدد من مناطق بغداد. بعد محاولتهم إذكاء الفتنة الطائفية وتنفيذهم لعدد من التفجيرات الإرهابية، سقطوا بأيدي استخبارات الشرطة الاتحادية إرهابيان اثنان اعترفا بجريمة تفجير المقهى الشعبي في حي العامرية في بغداد. مقهى تم التخطيط إلى من قبل أساس الفساد أبو حارث غسان وأبو أيوب. شنو منصبه بالتنظيم؟ مسؤول عسكري أبو حارث. شلون تفاصيل هاي العملية؟ تفاصيلها يعني الغاية من عندها هي الفتنة، وعلى مود يهمون الناس بأن هي القوات الأمنية نفذت هذا الشيء، فقتلوا أكثر عدد من الأبرياء إشراحهم. قمت بتفجير قاعة دبي من قبل بلاتوبات اثنين، خليتهم جوا الميز من قبل أبو أيوب وأبو حارث. نزلت جوا القاعة بيدي ريموند، فجرتهم، نزلت بلغت باسم، قلت له هيك ويش، قال لي اطلع من العامرية لما احنا ندز عليك. وبعد جهود حثيثة للأجهزة الأمنية، تمكنت مفارز الاستخبارات من متابعة خيوط الشبكة الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة، والتي كانت تسعى إلى تنفيذ عدد آخر من الهجمات الإجرامية. بعد التعمق بالتحقيق مع باسم، اعترف على 6 من الأشخاص من 6 من المجرمين الذين ينتمون إلى الخلية الإرهابية التي تعمل، واعترف على المجرم المدعو زياد. زياد كان هو المجرم الذي قام بأخذ العبوات طبعا هي عبارة عن لابتوبات الكفر فقط فيها مفرغة من محتوياتها، وتم ملئها بمواد شديدة الانفجار وكذلك مواد تتشظى وأيضا مواد تسبب الحروق، وبالتالي أخذ هذا المجرم هذه اللابتوبات وانطلق بها إلى الكوفي شوب وقاعة البلياد. وبعد أن كان هذا الكوفي شوب في الساعة التي تكون فيها ممتلئ بالشباب وفي حالة زحام كبيرة. ويجري البحث من خلال فرق ومفارز الشرطة الاتحادية عن باقي أفراد المجموعة لتقديمها للعدالة. من بغداد، محمد الخفاجي، العراقية.